بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فلا بد أيها المسلم أن تتفكر في القبر، وأن تتفكر في أهوال يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فواجب أن تتفكر أخي في الله في أهوال يوم القيامة، وأن تتفكر في النار، فقد أخبر الله عنها بقوله: إنها لإحدى الكبر، فهي أعظم إنذار، كبرت منذرة داهية عظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها. وقال الحسن رحمه الله: ما أنذرت الخلائق بشيء قط أفظع منها. فعلى المرء أن يتفكر إذا دخل أهل النار ماذا يوجد فيها من الأهوال من شدة عذابها وخطر شأنها، وماذا أعده الله فيها للمشركين وللعصاة. فتفكر فيما في النار من الأهوال، وكرر ذلك على ذهنك، واستحضره بقلبك، وستجد الخوف قد دخل قلبك. أنشد بعضهم قائلا: وكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم جحيم فلا تبقي ولا تدع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سأل قوم بها الرجع فما رجعوا. وتأمل أخي في الله أن الإنسان إذا عرف مصيره عليه أن يبحث عن صفات الناجين، ويقارن أفعاله بأفعالهم وصفاته بصفاتهم، فيجد أن الله تعالى قال في كتابه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعلق المغفرة ب4 شروط: التوبة والإيمان والعمل الصالح والاهتداء. وفي سورة العصر أقسم سبحانه وتعالى أن الناس في خسران مبين، استثنى نوعا من الناس، قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الله للنجاة من الخسران 4 شروط: الإيمان وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. فمتى ما تأمل الإنسان في صفات الناجين وقارنها بأفعاله سيجد التقصير في أعماله، مما يرقق قلبه ويشعره بالخوف من عدم الالتحاق بركب النجاة، ومن عدم الالتحاق بركب الناجين. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.